مفيش المصلحة بكرة عشان عندي مشوار مهم. هلتزم من بعد بكرة يا دكتور. صح يا دكتور، عاملين ايه مع الشغالة الجديدة؟ مالك انت بتتدخل ليه في اللي مالكش فيه؟ ساعدني وانت ساكت. يا ياسمين، انت لسه ما جيتيش السوبر ماركت؟ انا هناك. برتقال. شوف برتقال يا عربي. ما اعرفش فين بس تفاح حلو. سلام سلام. ايه ده؟ ايه ده؟ هسيبها لهم ازاي بعلامة قتل دي؟ هاكلها يا دكتور هاكلها. هنحاسب عليها احطها. وعايزين نخلص النبي ونرجع عشان نلحق عض الدراي كود اللي بره. انت جبت كلب؟ هو لازم ده باللبن بيبقى تحفة. شوف برتقال يا عربي شوف. فيها ايه يا نسرين لما املى البيت برتقال؟ لا انا المره دي جايب كميه اقل من كل مره. ليه؟ بحبه زي ما كنت بحبك زمان، بس زهقت بقى من النكد وكل شويه يا البرتقال يا البرتقال. طب البرتقال يا نسرين تاني طلقني؟ طيب انت طيب ايه بتعمل ايه؟ بنقي برتقال. يعني ايه بتنقي برتقال؟ مش شايف ان ده بتاعي؟ ده بتعمل ايه بالبرتقال ده كله حضرتك؟ انت مالك حضرتك؟ ده داخل على دور برد. انت مش عايز تدخل عليه بايدك فاضية يعني؟ ده حضرتك لذيذ. انا اسف يا فندم، انا اسف. انا عارف ان طريقته قليله الذوق، بس هو بيتساءل وعنده حق. ليه كميه البرتقال دي؟ انت جاي تشتري ولا جاي تبيع؟ انتوا مالكم يا جماعه انا من هواة جامع البرتقال. انا بطل العالم في البرتقال. ده يضايقكم في حاجه؟ لا ما خلاص يلا يلا. لا ننقي 2 كيلو طيب. بس يا- ما ده كله هو حضرتك برتقال كتير عبيط قوي. ولا ايه؟ ما ناخد عربي ما تعمليش مشكله في السوبر ماركت بعد اذنك. ما عملتش مشكلة يا دكتور، ما هو ده مش بعد منطقي اذنك برضه. بعد اذنك. يعني انت واقف أيوة بتاع المعصرة ده عليا طيب؟ بعد اذنك. دكتور انت صعب. فيها ايه بعد لما البيت خلاص، برتقال؟ موقف زي ده طيب؟ الموقف اللي المره بشتري دي انا جايب فاكهة. كميه انت مش اقل عايز من تشتري كل فاكهة مرة. اتفضل يا عربي بعد اذنك. برضه لا، على طول انا اللي عرض ماشي. بحبه زي ما كنت بحبك زمان. حمدي، ياسمين انت فين؟ هو فين عربي؟ مشيته كان هيعمل لي مشكله وما لقيتش برتقال. بقول لك يا ياسمين ما تاجلي موضوع العزومه بتاع الدكتور عصام دي، احنا ما عندناش كرسي في البيت نقعدهم عليه. طب ما انا هعملها عند ماما، اعمل ايه تاني؟ وليه الزنقه؟ ما ناجلها خالص. يا حبيبي مش انت حكيت لي ان انت لسه عامل مصيبه مع مديرك؟ انا غلطاني بصالحكوا على بعض. لا يا حبيبتي مش غلطان. طب بقول لك ايه، انا هروح اجيب اللحمه وانت نقي الخضار. انا ما بعرفش انقي الخضار. معاك تيتا صفيه بقى يا حمدي. يلا يا تيتا صفيه شوف لنا بطيخه مرمله. معلش. تيتا صفيه شوف لنا بطيخه مرمله. حاضر. تعالي معايا. يعني ايه البيت مليان برتقال؟ ما توجدي له مكان. بلكونه اوضه ياسين فاضيه. هاتي السكري على جنب وفضي مكان للي بسر. انا المره دي جايب كميات اقل. وعايزين 3 كيلو موز. تعمل ايه ب 3 كيلو لوز؟ نسرين روحي وانت 3 كيلو موز مش لوز. يا سيدي الفاضل، هو حضرتك طالع لي في البخت. انا مش عارف اطلق منك. انا اسف والله. انا بسمع. حضرتك بتسمع، هي ما بتسمعش. الف سلامه عليك يا حاج. ها؟ مش هتسمعك، بيقول لك الف سلامه عليكي. الله يسلمك. ماشي. طب دلوقتي انا اجراءات طلاقي واقف عليك دلوقتي. انا والله ما اعرف ان حضرتك عندك مشكله. اتفضل يا فندم، انا اسف. يا نسرين عايز موز بلدي ولا مطول؟ يا تيتا صفيه احنا ما بناكلش المطول ده، احنا بناكل طب يا البلدي. نسرين روحي وانت البلدي المطول ما حبيبي. بناكلوش يا تيتا يا صفيه. حبيبي انا حياتي الزوجيه على المحل. اقولها لك ازاي؟ مش عارف افهمها لك ازاي. انا محرج جدا منك والله. يا اخي بقى انا محرج بلا بتاع بقى، عايز اطلق بقالي ساعه. هي مشيت خلاص، اتفضل حضرتك طلق. يا نسرين هيبقى منظرنا احنا بنتطلق بسبب البرتقال. برضه عايزه تطلقي؟ ماشي يا نسرين. روح يا نسرين وانت حبيبي هات يا ابني البتاع ده بقى. في ايه بقى؟ انت بتنتش مني المايك؟ ايوه يا استاذ انا احترمتك، ولما المساعد بتاعي قل ادبه عليك انا خرجته بره السوبر ماركت. بص يا حبيبي اسمع بقى. البتاع ده هيفضل معايا. خلص بقى اللعب اللي انت بتلعبه وهتلاقيني عند قسم مربى البرتقال. خده مني بعد ما تخلص. طب على فكره قسم مربى البرتقال هو مش هنا، هو هناك. ايه يا ابني لعب العيال ده؟ انت كده خلاص خدته يعني؟ طب على الله تستخدمه. بتهددني؟ بهددك. يا نسرين على السادة المسافرين على رحلة مصر للطيران المتجهة إلى البحرين التوجه إلى بوابة 9. ثواني يا نسرين. تن وثواني يا نسرين، لازم تطلقي من المجنون بتاع البرتقال ده. نسرين؟ لا انا ما اسمحلكش تجيب سيره البرتقال. تن على السادة المسافرين. يا ابني ما احنا ده آخر نداء على رحلة. عيال انا عيال منجح.
كابتن اخر نداء للساده المسافرين للرحله المنتجه. تيتا صفية! تيتا صفية! تيتا صفية! فوق يا